أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس في 24 ديال دروس بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه. البداية ذكرنا صاعدكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. إن شاء الله نكون ممن استثمروا هذه الأيام الفضيلة، هذه الأيام الشريفة، أيام عيد الأضحى المبارك، وما كانت حصان من باب التذكير ثقي من روائع الإسلام، من روائع الإسلام يفكايا ربي سبحانه لا يؤذى ثقيني لتحقيق مقاصد، خاطر من كل حاجة تسعى المقصود ينس، تسعى الهدف ينس. عيد الأضحى المبارك من مقاصده التقرب إلى الله عز وجل بما شرع، خاطر زميرا نقرب سيدي ربك النفغة. ربي ناد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، المقصود بذلك صلاة العيد. إن شانئك هو الأبتر، فصل لربك صلاة العيد، وانحر معناه ذبح الأضحية. نتقرب الله عز وجل بذلك للمستطيع للقادر يوني الزمران. ولكن نفتح قوس للأسف الشديد، بعض الناس يستغلوا هذه الفرصة نتاع عيد الأضحى قبل العيد ديجا، شوفوا هناك الأخبار هذا شو ذي خرفينا كاع، شو كرينا كاع، شو نتمزليو ثاقي، شو ذي ذامنا كاع، مشات قرب الله سيدي ربي سيدي سكذاما إلى آخره. يعني تشويش على الناس. بعض الناس يسمعوا هذا الكلام السنة ولا قاسين الصح، مشات قرب ربي سبحانه سيذمن إذا غاب بعد وزلوا النار ويا ما يسال جنازة ولا ما إلا ساعة سكواساكي مازالت يحزن. لان ثواشولين تفض يا كوكوك وين راه يسلوا لا ثلاث غنزوم ما إلا ثلاث جنازة كيبوم خام، لأن عمهم الخول وكذا ما يزلا صافي فرحاض. من غرائب الأمور هذه المرة يموت ميس نتسا، يعني يزلا يومن باللي ضربي ثيبين لما نايس يرد سيدي ربي وفرات وياض نتواشو جاوك، يعني أزلنا يبيث النيف مش روح كميك شاد زلوط. سبحان الله. وغادي يتعاملوا مع ربي سبحانه دونون قالت لك صدي يمي الور ولا كاين ما كاش ما زلوها. تغل العباده للاسف الشديد. ولكن اسمح لي الى قد تنبيه الى مثل الامور في كل مره، خاطر شمت شان تشويشه فين يعني فاهمين المقصودين على كل حال، وقال يتمسلاين باللي لا ولاش الاضحيه ولاش العيثام قرات ولاش كذا ولاش كذا. وكذلك نتقرب الله عز وجل أيضا بالذكر والدعاء والتكبير، يكون مرقا صرفت من باب التذكير. وكذلك صلة الرحم يوصد ربي فلس سبحانه عز وجل، يوصد فلس النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، أحاديث نبوية وأحاديث قدسية لا يتسع المقام باش نفكي كل ديتاي، يعني لا ينتظر إلى آخره. وكذلك إن شاء الله ذا السنة قل عشر المصالحة بين المسلمين والتغافر بين المسلمين والتسامح بين المسلمين. ولكن إذا قد في هذا الملاحظة مهمة، لأن ثلاثة لكاتيجوري لقضية الصلح، لأنه قاعدين خاصما ثلاثة الصنف قلنا صنف مزورو أكيني إنكيني والو أور تروزو أور تسامحة أور في غاي يسمح والو أكال نقيم أكال مثل يردوني هذا ما نموت. وقي الصنف يغلبيت الشيطان يغلبيت نتاع الصح يبوث يتكاو، يعني كن يبغي الظلم كن يبغي لا مين يخص خاطئ. ربي والصلح خير ذين دينا ربي ذي الخير مختاره الله، ماشي تختار الشيء هذيك الشيء دي كونسيديراسيون فيا وسيقار ساعة النيف وسيقار ساعة ثروزا وسيقار كذا رقاس بوال ممكن تروزو إلى آخره. مهم كل المبررات كيت وهدنت وسعون ترى زال ذي الميزان الشرع. الصنف والسين يقبل الصلح ولكن سلايد كان سنة يقبل الصلح
يكفى كان العيله سيني هيا العيد والله ان شاء الله الى الصنفه كاين ثمان ولا شي السني ذكواس العيد هذه قبل المصالح هذا مغفران هذا مسامحا السني كان اسكني بقى على خير هذا هو لكن لا وقاسيني يعطيك الصحه يعني كوميم يخدم حاجه الهان يغلب شويه نفسيتيس ولكن هو هرب اكثر. الصنف الثالث وين يبغون سنت ديوان غير على المشكله يصنع هذا مسامحا هذا مصالحا هذا فرون الدوسي كيدوي قبل الاخر. كفير يعني باختصار في المقدمه مادام بمناسبه عيد الاضحى المبارك. موضوع بس صلاه الجمعه نادي الدرسني عدان نفوك باب صلاة الجماعة والإمامة الساقي إلى قنش باب صلاة الجمعة على حسب الترتيب إديوسان في كتاب ابن حجر العسقلاني كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. صلاة الجمعة أولا أي غير تسمى اسم صلاة الجمعة أي غير لاجتماع المسلمين في هذا اليوم لأداء الصلاة جماعة. هذا الجماعة ينسلم ذكواس الجمعة وظلم صلاة الجمعة جماعة خلف إمام واحد لذلك سميت بصلاة الجمعة. طيب وكذلك بعض العلماء أن سميت صلاة الجمعة لاجتماع الخيرات إن جماعة ذيك سطاسن الخير ضم القرآن يدين الجماعة ذكواس الجمعة ذيني اسمي صلاة الجمعة ودينا المعنى يوسين بوين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يناد خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ولا الشاس يفيد الشرقية طيج السيلهان يزاد ذي الهو يفيد يشرق في الاسيطيش امس الجمعه بعد يفقد النبي صلى الله عليه وسلم فاشو ذي الخير يقلن قوس الجمعه ثمزوروث يناد فيه خلق ادم ابو البشر ادم عليه السلام في سيدي خلق رب سبحانه عز وجل قوس الجمعه وفيه أهبط من الجنة ذلك يخسر الامتحان يصبت كان يقيم ديال ماشي غاية يصبت أقلط سي بورس أقلط مازال غاية لذلك خلنا نحرشوط باش نغرسم كان إلا قد نجتهد ذاي تسيخدم يسلم كوني إلا قد نخدم عبادة باش لا غرسم كان فيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه السند غاسي عفا ربي سبحانه ورزمه الحمد لله سي بارك ربي يعطيه الصحة هي مكتوب لم تأخذه العزة بالإثم لم تأخذه العزة بالإثم تاب وتاب الله عليه هكا نتساوك الحواء الشغنيسي ثوفا ربي اسم حسن هكا ذي القرن مثلا وفيه مات ذكواس الجمعة يقموث آدم عليه السلام وكذلك وفيه تقوم الساعة أيضا تقوم الساعة في هذا اليوم بيوم الجمعة ولكن واش من الجمعة الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة يا رسول الله متى الساعة يا رسول الله إن يسوى ماذا أعددت لها ماذا أشو استهجع أنت تبدأ السير متى الله أعلم خطر لكل أماكن يكون يسعى تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة طبعا الإنسان مريم ثارا نزرت ونزرارا ولكن كذلك الدنيا الحياة كلها لها تاريخ ميلاد هذا التاريخ لا يعلمه إلا الله. لذلك علماء الفيزياء والفلاسفة فتحان دي الدوسي يقول بنرى النتيجة قصة الحياة متى الله أعلم لا أحد يجزم متى بدأت الحياة بالضبط. عندنا روايات صحيحة نزار شو ديال القرب إذا مزوار وشو ديال القويسين شو ديال نعم نسعى فيها الأدلة لا ولكن من الله أعلم من مثلا يردوني إذا الله أعلم. ولقيام الساعة علامات كما تعلمون لا العلامات الصغرى أقلال تعيشي ثنت وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات القيامة الصغرى
من علامات الساعة الصغرى، وهناك أيضا علامات الكبرى، ولكن الكبرى مثل نزور ثلاث نسأل الله حسن الختام. وما من دابة إلا وهي موسيقى يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إلى آخره إلى آخره. المدينة في آخر الحديث وفيه ساعة كوس الجمعة، أصل الجمعة يا عزيزا لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وين يوفق ربي سبحانه أذيلي في حالة صلاة. كوس الجمعة جوث الساعة اسم ساعة الإجابة، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الحديث صحيح يستوضيه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام مالك في موطئه. ثلاث الساعة ساعة الإجابة، ذي تحصنوا ساعة الإجابة يفرط ربي سبحانه عز وجل. أما كان يفر ليلة القدر ما كان تحصن، أما كان يفر الاسم الأعظم، وكذلك يفر ساعة الإجابة. وذاك العلماء باتفاق أن يفر سيدي ربي ثمسالاكينين للاجتهاد، يفر الاسم الأعظم باش لا ندعوه فقط بذلك الاسم، ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ربنا داير في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ماشي كان يوان يسعى أسماء حسنى يعني فادعوه بها. لو كان غد أنظر الوذ الاسم الأعظم فقط أنا غفلك فيها سوينا كان ما إلا الله نغ الرحمن نغ الرحيم نغ الواجد نغ الماجد الغفور القيوم الحي إلى التواب الحي إلى الوارث الواجد الماجد إلى آخره. ما إلا نظر الوذ اسمني أنطف كانديس، ولكن سيدي ربي في القرآن يناد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، باش الإنسان يكون عنده الصلة بأسماء الله عز وجل باستمرار، يدعوه بلا غفلة. ولكن أيضا مما أثر يجوز باش نقولوا اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، نسي صلاة اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم، هذا باش نجتهد. إذن الغرض هو الاجتهاد. ليلة القدر كيف تبدأ تزرع النبي عليه الصلاة والسلام إليه التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ودينا حديث وايض يفكد شوية ضبط أكثر إنك التمسوها في الوتر، يعني 21 23 25 27 29 في الوتر. أيضا باش نجتهد لو كان منظر 27 كما معروف عند الناس كاين إض 27 وغنسقر ليلة القدر ألور مزرارة من داخل الإنسان باش يجتهد على الأقل في العشر الأواخر. كذلك هناك يوم الجمعة يوثن الساعات يقدر ربي سبحانه عز وجل أي دعاء دعوت به فأنت مستجاب، أوين يوفق ربي سبحانه أدي يغلي أكد الساعة الدعاء ربي سبحانه بلاد يقفل أما ساعده. لذلك وني فغان ثغاو سار سيدي ربي نفغاو كثير غاو سيدنا سيدي ربي الإنسان الجمعة على الأقل جمعة مرة في الزمان يجتهد الوقت لا يغفل عن الدعاء وما شاطس يعني شحال اللي ساونا كي نهضر مسلاي نقول برك وكذا نهضر كان على الأقل ديالنا في الحال الإنسان في حالة نتاع الذكر والتسبيح والاستغفار والدعاء إلى آخره. طيب الحديث الناد وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثورة ساعة الإجابة هناك روايات، ولكن أصح الروايات سنف من ساعة الإجابة. أصح الروايات الرواية الصحيحة أكثر لا تسنف ثم زوالوث نتسث آخر ساعة يوم الجمعة، يعني قبل الغروب، ساعة قبل الغروب تسينا إذ ساعة الإجابة. الإنسان يحذنا يجتهد تجد الرواية أيضا خطر وين ديروان حديثاكين عبد الله بن سلام هي ديروان
اعترض عليه أبو هريرة. الناس والية أمشي اعترض عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. إناس أبو هريرة يا عبد الله بن سلام إنا سامش الحديث نش وهو يصلي. يا أخي الوقت ساعة قبل الغروب لا تجوز فيها النافلة. صافي أم بعد كيف تكون آخر ساعة قبل الغروب؟ كيسينا غروب الشمس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادف عبد المسلم وهو يصلي. أم بعد فرد بقوله، رد عليه عبد الله بن سلام، رد على أبا هريرة. شو سينا؟ إن العبد يعد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما دام يتراجعوا تصليت هذه تصليت. يا أخي الحديث قال شرح فيما سبق يقول مثل كيف تصليت الظلم بعد هذه تراجع كثيرا تراجع تصليت العشاء. نحن في صلاة ما انتظرنا الصلاة مادام أقلغ تراجع فصليت أقلغ ذي صليت. أكيس ديرا عبد الله بن سلام. لذلك العلماء قالوا باللي نستنبط من ذلك من هذا الحوار أشد نشفذ يسنتاز باللي ساعة الإجابة ساعة قبل الغروب. القول الثاني ولا سيجهد إن وقتها بين جلوس الإمام للخطبة إلى تمام الصلاة. سكوس ميري يقيم الشيخ باش غادي يخطب الخطبتين خزام صلاة الجمعة تسيلي زوارت الخطبتان أقرب صلاة الجمعة. ما تشم صلاة العيد العكس. صلاة العيد ثم قرآن ثم شطوح الصال ركعتين من بعد نسلي الشيخ الخطبتين. صلاة الجمعة الخطبتين تمزورة. القول كيناد تلاقي وقت ساعة الإجابة ما يقيم الشيخ للخطبتين باش يدير الخطبتين أكيد ما كيف نصلي ثاني ياكل الساعة ندعو الله عز وجل ونسعى لي زوكاسيون أندعو الشيخ قبل أندعو ربي سبحانه قبل ما يبدأ الشيخ الخطبتين. أندعو بين الخطبتين يا أخي خدم جلسة قصيرة. أندعو بعد إقامة الصلاة ما دير الشيخ قد قامت الصلاة بعدين يقال يستوي صوف وكذي الوقت يندعو ساعة الدعوات. أندعو أثناء الصلاة في السجود الخير ربح ساعة الوقت ما شاء الله أندن في الدعاء. أيضا خطر لحديث أبي موسى في الصحيح صحيح البخاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما سئل أنت ساعة الإجابة إنس هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. بوند الحديث نكون باش يعني نكونوا شاطرين يسلف ما الحرج أنذعو ذي الوقت ما يبدا ذاك الشيخ يعني خطبتين وكذا الى اخره بين الخطبتين اثناء صلاه الجمعه في السجود ما شاء الله ذاك الساعه قبل الغروب الانسان يكونسونطري الله يبارك ما شاء الله يتوقف عن الحديث. واذا كان مره على الاقل مره في الزمان باش ما نقولش دائما يا خويا ديالنا بد يتفرغ للعباده يتوجه القبله يكون على وضوء يدعو الله عز وجل نسال الله القبول. صافي ثوار نفهم فضل صلاه الجمعه اثناء في جليست. ثانيا حكمها فرض على رجال الأمة وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. لا ترواسوس فرض على رجال الأمة لأن الأدلة ذي القرآن ذي السنة ذي الإجماع ذي الفريضة. أتفتح له بارونتيز أين كديني أكيد لأنه قاعد يقول في زرع لأن شرق مثال زال صلاة الجمعة زال صلاة العيد إلا وقينا ولا شفت صلاة العيد جامع تراضي أكا ما صلاة الجمعة نورمال سنغي مثال نكسان المال قوس الجمعة قوس العيد يسادي الزول قوس العيد يسادي الزول أسميت نستقسال فاني كيهضو ربي نولك تكسيض المال قوس الجمعة نساد باش نزال شو دو صدر تزلط من بعد ثورة العيد أخاك تصاد يعني كاين صلاة العيد شما صلاتي
من الجمعة مرة في الزمان هكا 6 شهور 4 شهور 5 شهور ما إلا يكسل مالنا شو نعمل عي غير عادي. فبالتالي لانه قاعد يسعى ثقي، ولكن ذا الفرض على رجال الامه ماشي في فراشي مشطاح في تلاوين، لا قصنا نشرح بعد حين، ولكن ذا الفرض صلاه الجمعه او في رجال الامه الا لصاحب الاعذار كما سنشرح بعد حين، ولسان العذر الله خلف. الدليل ربي القرآن الكريم في سورة الجمعة الآية 9 في اسم سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع من سلا إلى ذان نتصلي الجمعة أمر فاسعوا، هذا الأمر يفيد الوجوب. ستة ناردر إنه فسعوا يرنا يسد مسبوق بحرف الفاء، وحرف الفاء يفيد التعقيب مع الفورية. أما كنا نشرح يوم واس ندلو حرف عطف يفيد مطلق الجمع، ثم أداة عطف يفيد التعقيب مع التراخي. مع التراخي براحتك. جيت كان ميقرب هذيك في الشيخ الخطبه الثانيه نغير يكفو الركعه الثانيه في الركوع فيزيت ديريكت تلحقظ الركعه الركوع من الركعه الثانيه. ربح في لافير تراخي، ولكن ربي سبحانه يستخدم حرف الفاء فاسعوا سليط روح على الاقل تروح شويه في الخطبه الاولى الخطبه الثانيه، ولكن تحضر الركعتين على الاقل وقداو. لكن من بعد سيدي ربي نيش وذروا البيع والدينار ذروا الشراء. ذروا البيع شو المعنى؟ على بالك لحظة الربح من مرة يربح التاجر ذي الوقت اللي ديالها يزز يسجل هذاك الطاولة يصنع حانوت ما شاء الله وساند لي كليون وساند لي كليون ذاك الزمان تيغور الشيطان. واسمع اللي سولتي الكليون قاعد يقطون سواطاس لا سمحت لي الطوجه سولت ما والله الله قال اني يقطون ماشي قاعد يقطون سوالفين فراك 5000 غادي ندير وقت مني ذينا لي الشهيه تاع المال، ذينا لي الطمع خاطر ادي يقفض خاطر ما ديال في كل شحال يتاول فرحنا لا او قاعد يتاول سورتو ماكش كاع البخار مش كاع كتمطوطي تخدم في نيستنش العجاب دغا تفرحوا دغا اللي كان تسخي ولا شتي له نهضر اليز يعني هاد قلتي ضاك افكيد كذا وكذا سيك واحد بيبي كاع قالوا ما تغام اشو تصور مردا باش ما تزنزا مردا تخلص هذا السفر ربو دينار وثروا الشراء خاطر كنت كي كلمه لا هذا نفس البيت تلاوي ناصري ربي دينا ولي ربي وذروا البيع. لحظة الربح، لحظة قبض المال، لحظة حاسمة وقت اللي ما شاء الله أكني كن شاطر صيغ الأذان أغلق صح؟ وذروا البيع. إذن ثقيل تسد في سورة الجمعة الآية 9 وكي الدليل باللي ذي الفرض أو في الرجال الأمة. تسد السنة النبوية ذكرت تفاصيل أكثر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني يحذر وقال يتفرط ديال الجمعات وصلنا لصلاة الجمعة إما الولد ظلن أو لا يختمن الله على قلوبهم، يعني مولاش اللي يختم ربي فلوس والعياذ بالله. وبعدين أذو غالب كما ورد في آخر الحديث لا يكونن من الغافلين، أذو غنسي الغافلين والعياذ بالله. وقال الحديث الصحة يصوره الإمام مسلم ما يقول في تجي الجمعة يتجي الجزائر والله على بالك ما فيكش مدير الهلاك أذو غال وليس هذه غلق نهائيا في الإيمان، هذه قرأ وليس تقرأ الساس أذو غال من الغافلين. وربي في القرآن الكريم في سورة الأعراف الآية 205 إن ولا تكن من الغافلين. خاطر ابن القيم رحمه الله
اسميت يهضر في الغفلة شو دينا هنا كاين شو الفرق بين الغفلة وكذا النسيان ثاثوث أكذا الغفلة هنا كاين الفرق بينهما ثاثوث ففي سد مشتي إزماريون دينا ثازاري تتيتسو ألما حقا ثورة وزول غارة ساري فيتسو مذان هذه تسو الوضوء هذه تسو ثازاري هذه تسو ثاثوث ذلك ربي القرآن واذكر ربك إذا نسيت ولكن الغفلة إند ولا تكن من الغافلين أي غار أخطر الغفلة مثل الشم والبمذان إزمرته 70 سنة وانت غافل ما كان ثاثوث بالك دقيقة ياكوي ثم هذه الدقص ولكن الغافل مثلا 170 سنة وتزلارة ماشي ثاثوث قلتوا كيد الغافل تفكس الغفلة نهائيا هذا الحديث يحذر إنه يوجد يتسجل تصل الجمعة غاص تزلان مصلي براتيكون ولكن بيسك مهمل لصلاة الجمعة أديسواس بلك يغال من الغافلين وكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث وايض الناد وكي صحيح الإمام مالك في موطئه في الموطأ من ترك الجمعة 3 مرات وقذي يجي الجمعة 3 مرات 3 كان من غير عذر ولا علة ورسالة فورس ماجور عذر يطفن نغ مرض يهلك طبع الله على قلبه يكونفير باش يدير الحديث مزوار لانت الاحاديث كثيره في هذا الباب الحديث هو حديث طارق بن شهاب يناد النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق وواجب يمدينا حق زرا ما يتمثل لن تشاركوا ذي المساعين تاع الجمعة صح تلاقي البارونتيز ذاك تدرت كامل يضري حكايه ديون تجيو انت درت إنه أكثر من 18 سنة ومسيري الأذان درت أكثر من 18 سنة والسنسلية لأنه يزيش قبل 18 سنة إلا هناك الجامعة جات تدري جدود يسعى في سمين سيولاش زرا من الجمعة زي كاين مشطح كان كاين اللي مشطح زرا الجمعة زرا صلاة العيدين كل الصلوات إنه على الأقل كاين متشفير اللي 18 سنة والله ما تصدي الأذان أما كنا قلك دي باريس دي لندن دي فرانكفورت ما عندها دينا بالك تصوض طمعت الصلاة حقا صافي ما يسد الغاشي ينسدا انت الدرس ظلفا السعود الجامعة الجمعة 6 دروا ليجيتيم وقال كاين حديثات الجمعة حق وواجب ومن طن واجب على رجال الأمة يد على كل مسلم في جماعة إلا 4 صف 4 يعني 4 لكاتيجوري ماشي 4 من 4 تصنف عبد المملوك الله غالب عليه ولكن ترى إن شاء الله انتهى عصر الاستعباد لكن استعباد الأفراد أما استعباد الجماعات ممكن تمام ممكن تجد شعب كله مستعبد ولكن كأفراد بسكلافاج ولاش طيب عبد المملوك وإن رفع عنه الإثم أو امرأة ثمز الله يبارك الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا قريب يفهم الحديث كي باللي يثيرون من وقت الجامعة خاطر مرة الجامعة هذا الحق نسن تروح أنت الزهر حصلت الجامعة سنة الموعظة سنة الدروس تفقهمت إلى آخره ولكن ما تشي فرض على المرأة ما تشي واجب ذا أو الصبي ماشي مشطوح ولكن من السنة بعد ما تتساوي ماشي دي والف صبي أو مريض وين يظنن مريض ولكن كذا المرض يتمثل المرض الذي يعجزه يعني المرض الذي يعطله ويزمراره نغ ذهابه الى صلاه الجمعه هذه زاد له لاكيس دواني كذا قاتيس في الوقت الى اخره المهم ذي له لاكي ويزمراره يروح صلاه الجمعه ما شويه نتاولا شويه يتقع شويه تقرص شويه في كذاكي لا هذه يروح الجمعه وقيل الحديث الصحه يصوضه الامام ابو داود رضي الله عنه ثالثا نقطة ثالثة نظر شروط الوجوب لا شو شروط الوجوب الشرط مزوارو الذكورة الذكورة دي ديتاي يعني الذكورة الذكر الأقلام هذه اللي رجل الشرط ويسيم البلوغ هذه اللي يبلغ
باش يجري عليه القلم، خاطر إذا لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم ليس فريضة، ليس واجبا البلوغ. الشرط ثلاثة: الحرية، يكون حرا، اللي يكون مقيد، اللي يكون مسجون مثلا، اللي يكون بعد الشر يتوظف السجن، ماشي كان لما داخل الحبس، هناك طرق أخرى للسجن أيضا. وكذلك الشرط 4: لا يكون له عذر. معنى ما يسوى عذر الشرع ما كدنا ذي الهلاك، مرض لا يطاق، فبالتالي فهذا العذر مشروع. العذر الشرط 5: الإقامة، أن يكون الشخص مقيما. معنى ما يلو ذا مسافر عدد دقيقة الزول ذا مسافر يخدم كان ليسكال يسعى الحق قال يوضا قال يزالطور يكمل، هذا يزالطور 6 ركعات ويدير له العصر 6 ركعات جمع تقديم قصرا وهذيك كلها بريديس. ذا مسافر. المقيم مقيم ذوينا يوجف لا تصلي الجمعة، ماذا مسافر خاطر. وكي الشرط 5. الشرط 6: السكن في بلدة تقام فيها الجمعة. وين راه يزدغن ذكيوث نتا الدارت ذكيوث القرية عندها 3 الجمعة، ولكن مثلا الدارت ولاش دي صلاة الجمعة يفعل باش يروح حتى الدرس يسعى الجمعة. يعني هناك حرج، والعلماء متفق عليه إن الميزان هو الحرج، خاطر شفا ما يثبت الزيك شفا دي مغارا يروح هذه الزار صلاة الجمعة هذيك بالك في 8 الصباح اللي تيكلي 4 سوايع تيكلي باش هذه صلاة الجمعة. هكا صلاة التراويح كيديو الإمام الله يذكره بالخير، ثورة إنسان قعيد حافظ لكتاب الله عز وجل وهو صغير، إنه يكتب ظلم صلاة العشاء والتراويح يتدرثني سيدنا الإمام، إنه يروحها على الأقل 2 ساعات قبل المغرب ريد ديماري، إنه يضو ضاردين ذوي شوية بغرم مثل موزيط موزيط إني أديوي شوية بغرم الله غادي يحكوا الله غادي تسعيد السر أدي يحكوا وهو فرحان يتمتع، يعني يزهو اسمه دي يحكوا ياكا والله غادي يغيظ بكل صراحة نسيت يحكوا مي ولا يفرح فرحان إنه كذا شوية بغرم الذكر ما شاء الله، إنه الحزاب إني صار صلى هذه أخبار فيزيون كوفري ما شاء الله، إنه يكتي موضة شوية قبل المغرب أي حشمنا ديال تفطر غور ناض تفطر غورسم تيكوى الخاطي القيمة كذا وتجرى هذه تشا ليسونسيال الحق صلاة العشاء بالذات يقصد إنه كذا صلاة العشاء وصلاة التراويح إنه كيونس وغالغد وفي غدا سيف يحمل دواسيف توت الهوا كني إنه بالضغط نسي يخدم تاع مامث نسيت ولا ما مزي يخدم تاع مامث أسيدي وبابا إنه كثرني غاسيو المصحف يسال إنه يسال المصحف الشمس والله يبارك ما شاء الله مصاحب خير ربي تصنيع مجموعة الخير من بعد إنيك وقاد غادي يلخص ما يزكى السيف سا ديبونس دي وضع كان بكذا سيف إنيك مش خمغ الريغ المصحف الني ذاخد قروي وكاكي شو الدخث استعمامت إنيك زكر غاسيف سيغ كوميم الشكبي ولا ميم قروي سيف الني المصحف هذا يسلك إن كذا الخصا ولكن المصحف هذا يسلك نموذج أم غير واضح حكايد إنك وروح انت الدرس إنك اللي يغسل الجنابة ولا شوارع يظلم في المرحوم مني في الميت مني إنك يغسل الجنابة إنك في السنغارة والتيمم ما كاين شو إنك في السنغارة إنك ذا الذفل صب وصي غزر دوشة سواء بذفل كل يوم بذفل مني غس ما شاء الله ولي كان سبحان الله أم بعد وثري كثارة ما فوق وثر ليش والو ويجوث ثويثة نورمال يعني سلام يعني معاني طيبة بالك سويت شفان ديون بلا شك تسولي ديال ثماون أكيد سعدان إذا ما راح إلى مثيقالاكي أرحم ودو القرار إلى قلق يمكن لا معليش ولكن مع ذلك باش أديني باللي أيوه غسل وقتني وعلى الحال ولكن الإيمان
يزمر بنادم يتكيف مع كل الأوضاع. إذن يتمثل العبرة بالحرج، ما يليون أذي يعيش في حرج باش يتنقل سي تدرثي سالمة تدرثي في هذا أنت إلى الجامع باش صلاة الجمعة ذي الحرج مرفوع لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب سيدي، رابعا شروط صحة الجمعة. نقطة 4 باش ثمت الشروط باش تصلي الجمعة أتسيري الصحة. الشرط مزوالو أداؤها في وقتها ووقتها من الزوال إلى غاية المغرب. سي الزوال سي وقت الظهر ذو الوقت أتزاد في 1:30 الجمعة يجوز، في 2 يجوز، في 2:30 يجوز، في 3 تجوز، في 3:30 تجوز، بس هذا العذر هناك عذر. ألما القدار أتزاد ركعة قبل المغرب وجاك ذي الوقت، يعني يصدق عليها الوقت الاختياري وقت الضروري كذا تاع الظهر والزرع من الاشتراكات نظر في التفاصيل بعد. الأول وقت الضروري الاختياري أنظر يرتو العصر. طيب سولي مع الإخوة ذي وقاعد يروحون للصحراء ثلا يول الجامعة ديال الصال في 1:30 سورتو يقول الذوان الجامع وايض في 2 أراك الشيخ غادي يخدم خطبتين الجامع وايض في 2:30 ميوسان له. لذلك أصنع كراهية صحراويين إنك ما يحمل القيلولة تقيل سواطاس إنك ما يغرب فيها صاتصة أذرق لي الرافاي زري غادي يلحق الجامعة الفلانية خاطر يتزلى في 3-4 ناس نكون يوثلوا أكثفت بقى على خير هكا. طيب هذا وضعهم، ولكن من حيث الشريعة يجوز. صافي الشرط الأول باش يقدر بصلاة الجمعة إلى أتنزل ذي الوقت ثلاث الوقت دوا. الشرط ويسين إقامتها في بلدة أناسها مقيمون إقامة دائمة إلى صلاة الجمعة. الشرط واحد شرط أساسي انديسبونسابل ذكيوث أنت درتي ساني مولا لساني نزلا إما إلا كان مالنا ذي عزافن ذي ليسكالي خدمن إما التجار نخدمنا كيف لونتربريزا كتمشطوح مجمع فين ماشي شرط الجمعة لازم ماشي شرط عليهم. نغ لي زيتيديون إقامة الطلبة هكا، ولكن مثلا الدرس لا الساعة ينزداغ المقيمين وكيس على ريزيدونس اللي نزدغن وكي الشرط الأساس باش تقام صلاة الجمعة. الزرمي مثلا نسيك الشفامد مراكنين الفلاني تدرت الفلاني في كنس الجمعة تلدات أتسيلي بمكان الخالي يصدق ديك سيوم بخان نغسل للشيوخ الوقت وفتكن الفتوى باش أزار صلاة الجمعة. ألما كثرني خامان وغال نتدارت ذغا الشيخ نسن أسنيفك فوفير هكا وثي كنت تلقى الجمعة روح باش نتدارت إنك ذي هني نزال الجمعة ذي نكون زا قلت نتدارت هكني إنك من بعد تدارت ثورة خلا حقيقة إنك نبذات نتسكاجي ذا نتسكاجا كيوم بمكانك سهل هذا نتسكاجا شوط يقول الشيخ في كان الجمعة أن تروحوا لما تدرت مزوارو تسدرا باش نصاصات الجمعة إن كان منو غنكثر بعد الشيخ يفكي الفوفار ذي مغاربة تضحكون تمشاوت ولكن هكا يثلى تضحكوا شوية المشاهد صبحت يا لي جون ساقي بروشة بزاف تجدد هكا سي الحاج الحمد تجدد الله. طيب سيدي الشرط والثلاثة أن تقام في مسجد جامع ليس في الفضاء المفتوح. أما شدس الغاشي أصحاب ثدر تسعين الجامع الغاشي نخدم أون بلانير نروح للسطاد لا إلى قضي الجامع فصليت الجمعة في الجامع فصليت الجماعة أنت تبغي الجماعة زرت هور وما عجبني ميلون ولكن تصلي الجمعة الفرض لا سوى ذي الجامع أن تقام في مسجد جامع ولكن في كواتر أنت درتيني والمسجد قاس الجامع
خدمن لي كارتي ذي الحومات خدمن لي سال دو بريير مصليات. الله قالني لا يجوز الظن ديك صلاة الجمعة، الظن صلاة الجماعة نعم، ولكن بدي وقت الجمعة أذجناك اللي صلي نسناك المصليات أدروح نأكل ملان المسجد الجامع، هكذا يسمى المسجد الجامع، خاطر يجمع المسلمين. هذا نجمع عندي سيد سلمان لكي لا تتفرق كلمتهم إلى آخره. إزمر توريون دي ستسيدي ولا ديني، ولكن توالي كيوث تدرس سينثة الجوامع نعم، إلا الرخصة إذا ضاق المسجد برواده، ما إلى الجامع يتشور كومبلي أرنان الجامع عند النظام لهذا الغرض لا حرج. أنجم بعد ما يلو إنسان سقسيا أدن في كثير تفاصيل ديال الأمور، ولكن سمحتي إما الجامع يتشور ليكستونسيون تجوز مرازل لك هذه برا يقول لك في أماكن في فضاء متصل بالمسجد، ثم الجماعة مثلا يتشور أدفرش الخواتي برا، أدفرش ديال الصديقين يا أخي ديال الصديق ديال الصديق معليش يجوز في الطرقات كبيرة يجوز، بل حتى في البيوت المتصلة. أتفضل ساعة خميس لاقي جار المسجد أدي زالك صالة دي زالك صالة وينس، ولكن ما يزرع الجامع يتشورا مفهوم ماشي يفهم باللي زالك صالة الكولوار البالكون لا، خاطر يتشور الجامع من بعد ظل. لذلك تولد في الحرمين الشريفين خاصة في الحرم المكي ياكل لي زوتيل نيكو دي قرفان ظل غاشي السنة ولا لي فنيان متفارقش تفارق متريسكار كاين يطيجني وكن دعوني دقيقة، لكن ما يتشور الجامع لا حرج باش يصلي في الخامن المتصل في الدكاكين الحونة إلى آخره المفهوم. طيب يا سيدي الشرط ويصل 4 نتوثن الشروط ديالنا. الشرط ويصل 4 حضور عدد معين من المصلين الرجال. شحال كذا قال حضران باش ندخل صلاة الجمعة؟ سؤال لكم يا السادة المالكية. نعم 12 الشيخ نعم بلا الشيخ بلا الشيخ. سلام الجواب فصلاة الجمعة الشرط ينس شرط يوصل 4 إلى قادرين تزينة قرقازة 12 رجال بلوس نيميرو 13 الشيخ الجامع. كنت حكيت النكتة يبس يسد ورنا يقول حكاها مسي يسد بس يون بمغار بس الجمعة الناس ريحة تزرد ورنا وكذا أتفطر تزرد إنا كذا نيميرو 11 هذا نيميرو 12 إنا تيدا سبونطاني كاكي أمشي نيميرو 12 إنا كذا دارتنا 12 ثنا نخدم الكونطرا ولاش لابسونس وين يغافنا ديال رومبلاسون ولا شغل فوتبول لا نورمال يعجبني مدينة كذا نيميرو 12 صافي ديرو في الطرا وصلا غربل نروح نصلي الدرتيو كنت غافا أتفضل تصلي الجمعة وعطيه الصح يركب تسردوت ماشي الضيوة تسردوت صافي هذا البرونشي الناس قال جدي تسردوت يركب تسردوت يروح تمشي تلقى الساعة المينيموم 25 سنة تقريبا ماشي بويسا. الوغ سيدي ما شاء الله نيميرو 12 يشفى النيميرو 10 ما شاء الله. الثقافة كيس عندك وهي مغارنزي صح. مصدرها الفقه المالكي ذي المذهب المالكي إلى 12 أرنويا سيون ذي الإمام ويس 13 ولكن المذاهب النظام ورد يجاوب السادة الشافعية نعم 40 السادة الشافعية المذهب الشافعي 40 شفامس اسكو الرأي وايض تفضل. الحنفية مثلا الحنابلة 3
السادة الفقهاء قلت شو ذاك بارك الله فيكم ما شاء الله أعطيكم الصح جواب صحيح أولا قد ما كاش مسابقة سي لطفي معدي لا يثيروا كي قارص مطاس كان كبطل تساوي لك اللي كادو تساوي لك اللي ميدان كذا كي والو أولا ما كاش حاجة إذا كان مشاور في الناس سي أحمد كاش نهار نديرو كاش حاجة أسيدي بابا بين قوسين بس العتيق تيزي بزول خدم مسابقة في حفظ الأحاديث حديث يعني سندا ومتن وتخريجا عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الأحاديث نخدم مثلا ترجمة الفرنسيسي وكذا نقرا وكذا على بالكم من خدم المسابقة ويربحن ويكبين تروازيام بري يبثيون اسمي في ذات صار يساوي 61 سنة قبل 61 والو ولا زرا والو يقول الحرف نتعرف في سينارا تاروميث ذايا ولكن اسمي في ذات صاليث حكاو ديال الوسنا ديال بمغار اسمي في ذات صاليث يكشميث الوسواس انك ديكوتي انك اسمي الساقو كذا نورمال شرافو مثل ذات صاليث غير الوسواس الناس عمي الفلاني نغسي نورمال ني غاس دي تفرنا وتحوايج مالا الشيطان مقران زيش ناس وتشريثك الخلاصن ومنن بليش داين سورة وتزلالار أنا 61 سنة ما تفضل تصليت ني غاس نجمع الشواطن وكتشقعنا كابورانا كابيتان شقعنا كتجينيرال ناس في الشعبي الفلاني سعر الشيطان الى يديك يسعى الكراد جينيرال سي بور سا يرويك مسكين يقتنع اللي صافي جينيرال يدفكان يعني يجتهد صدقوني اري بيل ترواز ديال بري سي كريم سنيث انوار وسحاسف غير كان ديال الضما والكسره هاتينا يرضى ديالكم المفعول به والفاعل كيقال غاطيني الفتحه ما تاينا غتدار ما يهمنيش ولكن الحديث يحفظ والسنه قلت كوسن عرفات اللي تزوج في سيمسيوم وكريت ان كان هذا الحديث وايض لو كان هو راسي تغول غني انسان غاس سمعا وطاعت يا الحديث غصيفه وثي كفاره غنبي سفريغه خاطر يطول عن فلان عن ناس تجي تسالك روح يكشم ديال المتن يبوتي داك اخرجه السفغيثيد الصوصيثيد في كل مره مش ترمي شويه تعرف الاجتهاد صافي هذه الدار خدمه شويه في المسابقه هكا الله يبارك الشرط يس 5 وجود إمام يؤم الناس إلى قدر الإمام إما لا 12 ولاش الإمام ولاش ويك السنة اللي خدم الإمامة تسقط عنهم الصلاة ماشي من 12 إلى قال 9 إلى قال 9 وين يسن ديك السنة يصلي يسن نغا 9 الإمام صافي وجود إمام يؤم الناس وبشرط أن يكون الإمام أيضا مقيم لا يكون مسافرا ماشي ديال الإمام ذا مسافر أسيدي تفكر ربي يروح دغا صلي بينا لا لازم هو يكون مقيم هذا الإمام ولكن ليكسيبسيون خدمتي خليفة هذا قال الفقهاء الخليفة أو نائبها وكي حتى ولو كان في حالة سفر يجوز أن يؤم الناس لأنه صاحب الولاية العامة طيب سيدي خامسا مندوبات الإمام ذا شو قلنا قدر يخدم الإمام باش تصح الجمعة الناس شروط ساعة الجمعة ثم النقطة الخامسة مندوبات الإمام إمام نفسه ما هي المندوبات المستحب الأول أن يسلم على الناس عند دخول المسجد مالك يقول الجمعة ميدي شمل الإمام إلى يسلم على الناس أديني السلام عليكم يقيم في المنبر زرما اللي يقيم الشيخ في المنبر غادي يقيم من بعد المؤذن ذكر يؤذن انت كنا يقيم ديني السلام عليكم ورحمة الله في نفس الوقت يخدم السنة يسلم في الغاشي في نفس الوقت يفكر إذن المؤذن باش يرفع الأذان تاقي ذا مزوان ويسين أن يخطب من على منبر أو من مكان مرتفع إلى قال الإمام غادي يخدم الخطبتين الني إما سفلى المنبر مثلا سنوك المنابر ما إلا ولاش المنبر غادي يخدم كأزقور أي حاجة كرسي أي حاجة علينا كي أي نعم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان تزرع قبل يخدم المنبر كان يستند إلى جذع نخلة تزديث
انت ثلاث العرصه او ميم طون تزديت من طون العرصه للجامع يثكاكا وصورتك تسكي اي الزور شحال صلوات الجمعه وكذا اسمي خدم المنبر خدمنا 3 درجات 3 درجات يسخدم 3 درجات من بعد الجذراني تزديت تتسرو وردت في حديث تائن تسرو سبحان الله يميت فرق النبي صلى الله عليه وسلم يصب تسير المنبر وحر غرس طفيت الجذع الشجره الخلالي الميت السوسم حتى سكنت او هدأت 3 درجات. ولكن قلت لي لطيفه من اللطائف على بالكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المنبر يسعى 3 درجات. النبي عليه الصلاه والسلام يتسالي في الدرجه الثالثه باش هذه وليا كل مصلين اسمي موت النبي صلى الله عليه وسلم ودي يسمى فارس الخليفه ابو بكر الصديق يستحان هذه قيمه الدرجه النبي صلى الله عليه وسلم يصب ديوث في السناف سبحان الله. لان الصحابه غير يخدم ضرب من سام إناس وزمي غادا تفهم كانيس إذا قد صب درجة عمر يحضر اسمي موت أبو بكر الصديق يصب درت مزمرث سبحان الله العظيم. أبري سيدنا عثمان يروح في السناف يعني دفء الأدب مقارن ظرافة على الحذاقة ماشي الواجب ولكن ظرافة. نعم ديك بس العباس هذا ربي فلس عام النبي صلى الله عليه وسلم آخر المهاجرين ما كان صار دي السيرة آخر من هاجر الدرنيير مينوت قريب في ميسي النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح تغريز في لوكازيون شكيت من بعد اسمي سقسان العباس قرد العمر في النبي صلى الله عليه وسلم ليس شوي ذا مقرب في الشنر نساء يستحنا سيني مقرب في النبي ولا ماذا هو الكلام وما يند مقرب تيت إنيس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذقت صح إنيس الرسول أكبر مني القدر مقرب ولكن كيني لولا إبليس الله يا ربي الله ثقيل الحلقة ثقيل القدر. الآن في السبعة أن يخطب خطبتين يلقى الإمام مش خطبة واحدة يخطب خطبتين يفصلهما بجلسة قصيرة كافية لقراءة أو ما يكفي لقراءة سورة الإخلاص. زرام الشيخ غادي يخدم خطبة مزوروث بعد ذي يقيم يستعفى كشوية قسم دار سورة الإخلاص أو أقل من ذلك لا حرج أدير النفس بعد ذلك الخطبة الثانية. النقطة سادسا شروط صحة الخطبة. خطبتين الشيخ باش ينصحات لانت شروط لانت 5 شرط مزورو أن تكون باللغة العربية أي مزيغة صح والشغارة قولاكي يسوي ديو إنا كاسا كيفا تخطبة استقبيليث إنها سايرة ليش هكا هكا ذو ربي أين هكا أين كدينا حمل أنت مزيغ بزاف إنها سيخي تسعى الدرس سير حاصل شين دور مفهوم من بعد يذكر الخطبتين زمران تخدمض ذي دقيقة كافية تخدمض كان شورتين سواء ديال شورتين دقيقة ونص يكفي. لذلك تحقق اسم من فقه الإمام ألا تكون خطبته طويلة من فقه الإمام باش يسين الإمام يدير فقيه ولا قد يخدم خطبتين النية لما ندي قلتي خطبتين تاع الجمعة هذه طوالة وني هذه شي ناعر يسفري وين يحال لا. من فقه الإمام أن تكون الخطبتان قصيرتين مزيد تمشطح وين يبغى غادي غير خطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه وين خطب الخلفاء الراشدين وإلى آخره كانت خطب مركزة لا كرايم حاجة كونسونطري لا سانتيز مباشرة إلى الهدف. طيب الله الشرط الأول أن تكون باللغة العربية إزماد يتريد الأمر فهمنا لا حرج يترجم أدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أديني المؤمن كذا وكذا سيدي رب هدي قارا وذ ربي سبحانه إذا قسمتم ذين سلمان حاضر تسمتم ذويا إذا قسمتم ذين سلمان ماشي ذي كفار ماشي ذي مسيحي يترجم لا حرج. ولكن كوني الحرج مرفوع مدام الساعة
يوث البدع المستحسنة. وإن كان تعرفوا بعض الشباب ربي يحفظهم أشيرين درس قبل الجمعة بدع وكداوين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولكن من الحديث عن إلى قصد كما خاطر الحديث يتساوي هاد يوم ذنب ماشي ثقي بدعة. ذا شو الحديث يتساوي؟ نهى عن الحلق، ماشي عن الحلق، لا عن الحلق. في حديث آخر نهى عن التحلق، سيتادير ماشي لباس الجمعة قبل باش الخطبتين نكون كنخدم الحلقات فينا في الحلقة ذي الحلقة ذي الحلقة ذي الحلقة ذي الحلقة ندورك في الحلقات. نكون الإمام مستقبله في يوم الجمعة عند صلاة الفريضة سلام كنت التفاصيل الدقيقة الفقهية في موضوع صلاة الجمعة. لذلك هذا هو ردي على من يقول بالبدعية. طبعا العلماء تاع الزمان ماشي الزمان سواء الفقه يا جماعة الخير إنك الغاشي حوايج لونكادرمون، حوايج الطروقة، حوايج التموسني، حوايج خدم اسنا كالدرس هذا سنقبل الجمعة وين يبغى ديس حر ماشي اوبليجي ديس يستمع إلى درس فقهي، إلى بيان الأحكام، إلى كذا كذا كذا. أبر ذكر الشيخ خطبتين قصيرتين 2-3 مينوت السلام عليكم، هذه 5 ركعتين وتربح لك في الجمعة ما شاء الله. طيب كان نقطة ربما من الإخوة اللي يسألوا عن حكم هذه فبالتالي يصلي الخطبة هذه نستعرف نفك بعض الفتاوى طبعا مشاركين من ويا زوار من الشوالاقي في اوروبا، في الطليان، في فرنسا، في كذا الى اخره، عندها ما الا ماهوش فاهمين هذه خدم. ولكن ايضا يذكر العربيه، وهذه الغفله ماشي سوا اسمها تيفذو كان ستروميث ناس انجليز ناس الماني خاطي. وين الحرج من راجل ايطالي ناس اين الحرج؟ ما تغلط شويه تعرف واش تترجم الطلياني وين البروبليم؟ ايش تغنى انت كي كان كاين خدمي تستعرف من كل دقيقة كي يترجم الطلياني والسلام. هذا ما كان ثبض وادخل في دار الفقه الإسلامي ومن طن الغاشين يتزال ديزيطانيا وكذا الصوت التموسني إلى آخره والسلام. ربحتهم في زوج منهم إذا جيت يقول الخدمة كيف الفتنة نخدم فيها المشاكل لكن اللي انت يا جماعة الخير يولد روح كذا ديما رصد قبيليت ديال الخطبتين درس قبيليت الخطبتين خدمين تستعرف. الشرط ويسين أن تشتمل على وعظ وتذكير. يلقى الخطبتان يسوعظ إرشاد تذكير تقول الله الأمر بالتقوى والأمر بطاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذكر بالموت ونذكر بالآخرة إلى آخره. الشرط الثالثة أن تكون جهرا لا تكون سرا، ماشي ديال الخطبتين لا بالجهر بالعكس. وثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر ويتفاعل مع الخطبة، إذا لازم يغضب، إذا كان يرفع صوته أكثر يرفع صوته، هكذا الخطبتان. الشرط الخامسة أن تكون متصلة بالصلاة، ماشي اللي يخدم خطبتين بعد يكون يسمح لي راح استعفوا الشط حكى واحد نص ساعة لا لازم يكون اتصال بين الخطبتين أو تصليت إلا لوقت يسير، وقت يسير ربما يبغى راح ديال اللوطون كذا تلقي لا حرج. مندوباتها أي دينا هكا الشروط. ثورة سابعا مندوبات الخطبتين تلقى أمور مستحبة ماشي الشروط شروط الصحة لا، تلقى شروط الكمال، تلقى المندوبات المستحبات. المندوبة مزوالو الجلوس بين الخطبتين جلسة قصيرة مريقمة الإمام بين الخطبتين ثقي حاجة مستحبة مريقمة لا حرج باش نصير جماعة الخير. هذا من الفقه بس يقول الجماعة الشيخ اللي يتسو يغرد كاريك خطبة يكفون بعد سقر لا تجوز وكذا إلى آخره والعاود الناس ماشي لا يتسو نسي هذه مستحبة ماشي واجب. في الثلاث اشتمالها على الثناء على الله. إلى الخطبتين
يثني على الله عز وجل، يحمد الله عز وجل. يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نقول الحمد لله رب العالمين، هذه من مندوبة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين وكذا. والثلاثة كذلك الترضي على الصحابة، ورضي الله عن الصحابة أجمعين كذا، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. هذه مهمة أيضا، ترضي عن الصحابة. والدعاء للمسلمين أيضا، دعاء للمسلمين. والثلاثة اشتمالها على شيء من القرآن، على شيء ولو آية واحدة، والآية الواحدة تجزي ولو كان يمثل الآية. إذا كانت في البداية عموم الإمام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بعد اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولو كان يمثل الآية تجزي كافية. والرابعة تقصير الخطبتين، هذه قصيرتان ولو أطال في الصلاة. الأفضل هذه طولي تظليت ماشي ديال الخطبتين. وبعدين ثيس 5 يختم الخطبة الثانية بالاستغفار، الاستغفار له ولسائر المسلمين. ثامنا مندوبات عامة في نقطة ثنقروث، مندوبات عامة في الشرشة وكلمة لا. المستحب مزورو ترك العمل وقت الصلاة. وقت الصلاة معناتها ماشي عند الأذان، لا عند الأذان سيفيني حبس. ذي الناس لمس الآية اللي شرحتها قبل، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في التفاصيل في بيان وذروا البيع. الاغتسال، مليح الإنسان يغتسل بيوم الجمعة، ما لا يكرس الجنابة، ما لا يكسل الجنابة وين يجزي خاطر يخدم الفريضة والفريضة إلا داخل يسلم الندب، مفهوم؟ إما اليوم ساعة يعني تساويل مرتاح يلها من السنة أن يغتسل يوم الجمعة. ويستاهل تحسين الهيئة، تحسين الهيئة هذه سيلها ماشي تفاكس كراج ديريكت يخدم لا ميكانيك، يخدم لا بلومبري ناشو ديسك لكن ديريكت شنو الخدمة، لا بس الجمعة نسل لبسها زديان وكذا، كسل الشارع ما شاء الله زديان مانيك ما شاء الله، عطر روحك بقدر الإمكان وهكذا. يوم الجمعة وهو يوم عيد، وتجنب الأذى أيضا عن الناس وهكذا. زيد في 4 التبكير إلى المسجد، أيضا من السنة مثلا دياس بزيك الحال غير المسجد. وذين ما دياس يلتزم الذكر مع لزوم الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن إلى آخره. طيب سيدي، من بعد ولكن ذاك الزمرك الأذان، نكون شحال الأذان ثقل يا جماعة الخير؟ سين يسكو ذي العدد في صلى الله عليه وسلم الأذان ثقل يوني قل بارك الله فيكم. ذي الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يون الآذان، ولكن ذي الزمان عثمان بن عفان الله يبارك اتسعت رقعة الدولة الإسلامية والمسلمين كثروا وكذا، يخدم الأذان زوارو إذانا إعلانا بدخول الوقت. ولكن حينما يأتي الأذان الثاني بعده عاقبه مباشرة تبدأ الخطبتان من بعد الصلاة. وكذلك مندوب عفوا سمحت لي داخل ما يشبه الشيخ الخطبتين ممنوع الكلام وقتها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. في رواية أبي داود إنك ومن لغى فلا جمعة له. فبالحديث يحذرنا إلا لصاحب عذر تنبه لأمر مهم ولا ذين التنبيه لا حرج. ويس 5 استقبال الناس الخطيب بوجوههم، يعني بالمي كالشيخ الخطبتين إلا نستقبله بوجوهنا ماشي تفوي ثكاكي غير الحيض ديال قرصكا وثيرك وذاك، نستقبل الإمام. والسلام عليكم.